ادي الكيكه اهي يا حبايبي. الكيكه اهي خرجت من الفرن، ريحتها ما اقولكوش على الريحه والجمال بقى. حلوه حلوه بجد يعني. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين في التعليق يا حبايبي. احبكم في الله يا حبايبي، احبكم في الله. اهي الكيكه اهي يا حبايبي، شايفين؟ 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 شايفين عامله ازاي من جوه؟ عامله ازاي؟ شايفين جمالها وحلاوتها؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه 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 وجميله. شوف الارضيه بتاعتها عامله ازاي، اهي وشها عامل ازاي، جميله جدا جدا جدا. مع بقول لكم يا حبايبي، على فكره لو عايزين تعملوها بتلات ارباع كوبايه زيت ماشي، اعملوها بتلات ارباع كوبايه زيت تمشي، بتبقى جميله برضه. بس انا عاملاها بكوبايه عشان تبقى ايه، عامله قوي يعني. حلوه قوي. انا بحبكم 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 قوي 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 في الله. مع الف سلامه يا حبايبي. ما تنسوش بقى تدعموه، دعمكم يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وسعادة يا رب. معانا دلوقتي كوباية سكر وكوباية لبن وكوباية زيت وبيضتين، كل بيضة لوحديها على أساس إن أنا يعني بجربهم عشان لو طلعت بيضة وحشة ولا حاجة، وشوية خل وشوية فانيليا. وهنبتدي نعمل ايه وصفتنا النهاردة. خليكم معايا يا حبايبي. إن شاء الله تعجبكم يا رب. كده جبنا الخلاط، هنحط البيضتين. كده حطينا البيضتين في الخلاط، نحط شوية الفانيليا ونحط دلوقتي السكر. سوري معلش. كده حطينا السكر، نحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية اللبن، وهنضرب بقى في الخلاط. واحنا بنضرب يا حبايبي هننزل بشوية الخل زي ما انتوا شايفين كده، معلقة الخل، ونضرب تاني ضرب جامد. كده يا حبايبي احنا ضربنا الخليط كويس جدا. هننزل بقى عليه بالزيت بس واحدة واحدة، ما ننزلش كوباية الزيت مرة واحدة. كده اهو زي ما انتوا شايفين، حبة حبة، ونضرب تاني. حبايبي بالزيت حبة حبة، تمام. دلوقتي اخر حبة هحطهم اهو زي ما انتوا شايفين كده. كده خلصنا ضرب ال- المكونات اللي هي السايلة. هندخل بقى على المكونات الجافة يا حبايبي، خليكم معايا. شايفين يا حبايبي الخليط بعد ما اتضرب في الخلاط شكله عامل ازاي؟ ده اللي بينجح معاكم، اللي بينجح معاكم الكيكة. والزيت ما يتحطش مرة واحدة، حبة حبة زي شعرة كده نازلة. معانا سر من اسرار نجاح الكيكة، خليكم معايا تعرفوا يا حبايبي. دلوقتي معانا كوبايتين دقيق زي ما انتوا شايفين، عاملاها بالمنخل او بالمصفى، اغليها كويس جدا مرتين. وادي 3 معالق نشا نحطهم عليها كده برضو، تمام. ادي بقى ايه، معلقه البيكنج باودر، تمام يا حبايبي. وادي ربع معلقه خميره، ذره صغيره جدا جدا. هتشوفوا هتبقى عامله ازاي الكيكه بعد كده. خليكم معايا يا حبايبي، اقلب بقى المكونات الجافه. وحطيت عليهم ذره ملح صغيره يا حبايبي، يا اما نعملها كلها تبقى كلها شوكولاته، تبقى كلها سودا شوكولاته، يا اما نعمل نصها ابيض ونصها شوكولاته. انا ناويه اعملها بقى ايه، نصها ابيض ونصها شوكولاته. خليكم معايا، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين يا حبايبي. كده يا حبايبي خلصنا تقليب المواد الجافه. هننزل بقى بالمواد السائله اللي احنا ضربناها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنقلب في اتجاه واحد، تمام يا حبايبي. قلبوا على طول كده في اتجاه واحد لغايه ما كل المكونات تتجانس مع بعضها. كده يا حبايبي قلبنا، شوفوا لازم تبقى كده، شايفين؟ كده
كده يا حبايبي معانا 3 معالق اللي هما الكاكاو الخام، ماشي، عشان احنا حاطين سكر كويس فلازم الكاكاو يبقى خام ما يبقاش محلى. معانا شويه لبن صغيرين، هندوب الكاكاو في شويه اللبن دول. خليكم معايا يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي قلبنا اهو الكاكاو في اللبن زي ما انتم شايفين، لازم يبقى كده، يعني حتى لو احتاج شويه لبن تاني حطوا ما يجراش حاجه. شايفين اهو، لازم يبقى سايب كده ما يبقاش ماسك. خليكم معايا يا حبايبي نكمل الوصفه ان شاء الله. ده يا حبايبي جبت صينيه ألمونيا اهو، اي صينيه عندكم يا حبايبي مش هتفرق. حطيت فيها ماده دهنيه سمنه وبدرتها بالدقيق زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بنص الخليط وبعدين كده نضيف الخليط نص الخليط التاني. ده هنزل بنص الخليط زي ما انتم شايفين يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنزل خلطة الكاكاو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي على نص الخلطة التانية، ونقلبها باتجاه واحد برضو زي ما انتم شايفين كده. كده يا حبايبي هننزل بنص الخليط التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاها تدخل تتجانس مع بعضيها، يعني مش عايزاها طبقة وطبقة زي ما انتم شايفين كده. اهي الكيكه اهي خلصت. نعملها كده عشان نخرج اي هوا منها زي ما انتم شايفين كده، عشان اي هوا فيها يخرج. مولعين الفرن من اول ما ابتدينا عمايل فيها عشان ايه يسخن على 180. تمام يا حبايبي، احطها في الفرن وما تطلع اوريها لكم. احبكم في الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين يا حبايبي.